بيخلي مشاكلنا تكبر؟ ابسط واصعب سبب انك انت تنكر في وجود مشكله. عشان كده مفيش مشكله، مش هتعترف ان في مشكله، مش هتحلها. تاني حاجه اخفاء الغضب والكتمان. انت دايما بتكتم جوه نفسك الغضب، فبتلاقي نفسك بتتشحن تماما وتنفجر مره واحده في وش اللي قدامك. خلينا نقول الخطا هنا انك ما قلتش، لان ممكن الطرف التاني هو فعلا مش واخد باله او مش مدرك حجم الامر بالنسبه لك. كمان احنا بنسيب الحاجات مفتوحه، يعني احنا الاتنين متضايقين واحنا الاتنين ساكتين وكل واحد مكبر دماغه، فالمشكله موجوده ومحدش بيعمل مجهود، فلحد ما المشكله تفرقع في وشنا. بالمناسبه الاسباب دي ممكن نختصرها في كلمه ان مفيش حوار بين الزوجين. نتيجه ده بيحصل ايه؟ نتيجه الكتمان وعدم التصريح والتجاهل ده بيبقى فيه غضب مدفون جوانا، وبيحصل تحفز ان كل واحد مستني للتاني يعني غلطه، لدرجه ان هي ممكن تحصل انتقام. ولكن مش عايز احل، انا عايز اذيه زي ما اذاني، عايز احسسه بالوجع، عايز احسسه بالالم، وهما عايشين تحت سقف في بيت واحد، وتلاقيهم فجاه كده بعده وبيتعاملوا وقت اللزوم بس، ولحد ما الامور تخرج عن السيطره في لحظه وهما الاتنين يلاقوا نفسهم اتخانقوا. ازاي ما نوصلش للمراحل دي اصلا؟ في الاول هقول لكم على شويه مفاهيم اساسيه في التعامل مع الخلافات. اول حاجه مهم نعرف ان المشاكل مش زي بعض، وان ما ينفعش باي حال ان ردود الافعال تكون متشابهه في المشاكل. يعني ما تفجرش على كل لحظه على كل غلطه، وما طنش في كل غلطه. فتعاملي مع كل مشكله يكون على حجمها. تاني حاجه مهمه في التعامل مع الخلافات ان احنا نفهم خصوصيتنا. افهم ان مشكلتي غير مشكله فلانه وعلانه. يعني صاحبتك اللي قالت لك مثلا ان هي عملت كده مع جوزها ووقفته عند حده، انت لو عملت نفس الحل ممكن جوزك يضربك او يطلقك فيها، لان كل واحد يختلف عن الاخر. فما ترميش ودانك لحد، وزوجك مختلف عن الناس التانيين. حاجه كمان ان انا ما اطلعش تفاصيل البيت، ما اقولهاش لاي حد، ولا حد من قرايبي ولا جيراني ولا اي حد. ولما اقولها لحد متخصص يعرف يقول لي النصيحه والمشوره الصح. طب ايه الخطوات العمليه؟ لازم اول حاجه نتعلم التغافل. يعني ان انا في حاجات كتير اكبر دماغي عليها، في حاجات كتير اقبلها. والتغافل ده ان انا يعني ادي لكل مشكله حجمها. فاول قاعده واهم حل ان احنا نتغافل عن اخطاء بعض. جوزك اتعصب شويه، عديها. مضغوط في الشغل، بلاش تكلميه. قال لك كلمتين، امسحيها فيا المره دي. مراتك قالت لك كلمتين وهي متعصبه، طبطب عليها وقول لها ما تزعليش، طنشه. لان حاجات كتيره بتعدي بالتغافل والطناش، وان احنا نعدل بعض حاجات كتير. عايز اقول لكم ان معظم المشاكل بتتحل بالتغافل، ان احنا نسامح ونبسط الامور لبعض. تاني حاجه بلاش تعدلوا على بعض كل موقف، انت تعدل لها وهي تعدل لك، وانت ما بتفهمش وهي مش بتفهم، ونبص نلاقي ان الامور كبرت ومفيش حاجه عجباكم. فدي مهمه جدا ان احنا ما نعدلش على بعض. امتى بقى ما تغفلش؟ لو الامر ده متكرر، بدا يسبب خسائر واثرت على حياتنا وعلى اولادنا، ساعتها نبدا نتكلم عشان نوصل لحل، مش نتخانق. طب نتكلم ازاي عشان المشكله تتحل؟ ازاي اقول ان انا زعلان او ان انا زعلانه او بشكل كويس؟ الحل فيه الحوار الهادي والحوار الهادف. حدد انت عايز ايه بالظبط، ما تروحش ترمي في وشه كل حاجه. حدد الموضوع وحدد انا عايز ايه بعدها. يعني ما يجيش يقول لك مثلا طب انت عايز ايه، تقول له اعرف وحدك، افهم وحدك، لان عدم تحديد الهدف يخلينا نطلع بره الموضوع. فقبل ما انت تعاتب رتب افكارك، حدد موضوع بس، ما نطلعش بره ونكون فاهمين كويس. كمان استنى لما اهدى خالص، يعني ما تكلمش وانا متعصب، فاختار الوقت المناسب. طب اخترنا الوقت المناسب وهنتكلم، نبدا نغلف الكلام، نجمله، نقدم تقدير ومدح واحساس مش تذمر. بعدين اقول الحاجه السلبيه، وبعدين اختم بحسن الظن برضو. فبص ان احنا الاثنين قابلين لبعض، وكده احنا الاثنين عايشين في بيئه امنه للحوار، محدش فينا خايف لا يتقلل منه ولا يتوبخ ولا يتلام، لان احنا الاثنين بنتحاور من اجل الحب. فاحنا الاثنين عندنا قاعده ان احنا بنسمع بعض باحترام واهتمام، والهدف ان احنا نحل مش ننتصر. يعني نحل اللي بينا مش ننتصر. مين ينتصر؟
فما تهتمش ان انت تكسب الحوار قد ما تهتم ان انت تكسب شريك حياتك.